كل شيء. كما شفنا اليوم النهايه ديال المسار ديال اللعبات ديالنا في اول مشاركه في كاس العالم اللي كانت باستراليا، بعد ما وصلنا لدور 16 وتقصينا في هذا الدور هذا ضد منتخب فرنسا للاسف ب4-0. عموما كانت اول مشاركه، وخصني نقول ان اول مشاركه فعلا مشرفه. علاش؟ حيت شي واحد ما كان كيتوقع على ان المنتخب الوطني المغربي يوصل لدور 16، خصوصا على ان مجموعه من المنتخبات اللي مصنفه من 10 الاوائل في ترتيب الفيفا ما قدراتش على انها تتاهل لهذا الدور هذا. نذكر بالمثال كندا، المانيا المتوج بكاس العالم مرتين، ولكن عموما كتبقى مشاركه استثنائيه. كنا تمنينا على اننا نمشيو جوسكو بو، وانا شخصيا خصوصا المباراه الكومباك بدوك جوج ديال المباريات كنت كنقول علاش لا نقدروا نوصلوا دار الربع. ولكن كاول مشاركه اللي غادي نطلعوا بها ولا نخرجوا بها من استنتاجات كبيره وعديده بزاف في استكشاف كره القدم العالميه. عموما في هذا الدور هذا المنتخبات الافريقيه بشكل عام لم تستطع التفوق على المنتخبات الاوروبيه. شفنا اقصاء منتخب ديال جنوب افريقيا اللي في هذه النسخه هذا حقق اول انتصار ديالو رغم على انه شارك في كاس العالم من قبل، وفشل على انه يفوز على منتخب هولندا. شفنا منتخب نيجيريا اللي كان سباق وصل لدور ربع سنه 98، كانت في مباراه صعيبه ضد انجلترا وفشل كذلك في التاهل. والمغرب واول مشاركه واول تاهل دور 16 كذلك فشل على انه يتاهل. اهم حاجه نخرجوا بها من هذا المونديال هذا هو اول حاجه تجربه في اول نسخه ديال كاس العالم اللي ما كانتش سهله، وتعرفنا على مدارس كرويه من جميع انحاء العالم. لعبنا ضد المدرسه الاوروبيه، لعبنا ضد المدرسه الاسيويه، كذلك ضد المدرسه ديال امريكا الجنوبيه. والحاجه الثانيه من غير تجربه فغادي نطلعوا في تصنيف الفيفا، فغادي نظن على اننا غادي نوصل تقريبا 54، حيت تفوقنا على منتخبات مصنفه منها منتخب كوريا الجنوبيه اللي عندها الرتبه 17 عالميا، وكذلك منتخب كولومبيا اللي دابا هو تاهل الدور ديال الربع وكيحصل الرتبه 25 عالميا. دونك المغرب غادي يدوز من الرتبه 72 لتقريبا الرتبه 54 حتى نتسناو تصنيف جديد، وهذه ماشي شي حاجه اللي سهله. شخصيا في هاد 3 ديال السنوات هذه كنظن على ان رينالد بيدروس فهو نجح على انه على الاقل يحط المنتخب الوطني المغربي للسيدات على المسار ديالو. ومن مورا هاد المشاركه هذا خاصنا ندوزو للنيفو 2 ولا خاصنا ندوزو المرتبه اعلى. يعني المحطه الجايه غادي تكون صعيبه بزاف. علاش؟ حيت غادي نلعبوا ولا في شهر اكتوبر عندنا مباريات التاهل الى اولمبياد باريس 2024. وعلاش لا يكون المغرب ممثل بجوج منتخبات في كره القدم، منها المنتخبات ديال U23 كذلك منتخب السيدات. الى نجح على انه يتاهل خاص نذكر ان البرنامج ديال التاهل فيه 4 ديال الراوندز ولا 4 المراحل. المغرب غادي يدخل من المرحله الثانيه اللي غادي نواجهوا فيه منتخب ناميبيا في مباراه ذهاب واياب في شهر اكتوبر. المباراه الذهاب غادي تكون في ناميبيا، اما المباراه ديال الاياب غادي تكون في المغرب، حتى من بعد يتم تحديد التاريخ ديال هذه المباريات. من المباراه هذا والى نجحنا في تخطي ناميبيا، وخاصنا ننجحوا في تخطي ناميبيا، فغادي نواجهوا في المرحله الثالثه الفائز من المباراه كوت ديفوار وتونس. ومن بعد غادي تبقى المرحله الاخيره، وديك الساعه المرحله الرابعه والاخيره الى تاهلنا نشوفوا ضد من غادي نطيحوا من بعد. الى ربحتي في هذه المباراه فراك غادي تتاهل مباشره الى اولمبياد، وغادي يتم تحديد المنتخب المتاهل في ابريل. الحاجه الايجابيه سيكو على ان في هاد 3 المراحل ما غاديش تطيح فينا منتخب جنوب افريقيا وكذلك منتخب نيجيريا اللي هما من بين اعرق المنتخبات من بين اقوى المنتخبات الافريقيه. دونك كيبقى تاهل الاولمبياد فهي المحطه القادمه، ونتمنى على ان يكون رينالد بيدروس جاهز هذه المرحله هذه. من مورا عاوتاني الاولمبياد 2024 كاين كاس افريقيا للسيدات واللي غادي يكون في المغرب. ما نهضروش بزاف من هنا كاس افريقيا للسيدات، وبما انها غادي تكون في المغرب وخصوصا من بعد اخر ظهور ديال كاس افريقيا للسيدات والمشاركه اللي وصلنا في المباراه النهائيه، خاصك ديما تحقق نتيجه احسن من اللي كانت، خصوصا ان اللعب في المغرب ودوزتي من كاس العالم وغادي تدوز مباريات اقصائيه الاولمبياد، فضروري على ان يكون لوبجيكتيف برينسيبال. وكاين الخدمه بزاف، ولكن غادي يكون الهدف الاساسي هو تتويج
بهذا اللقب هذا، علاش لا، وكل شيء ممكن. هادشي اللي كان بالنسبه للبروغرام ولا برنامج ديال اللابؤات ديالنا الجاي، اللي ما غاديش تكون مرحله سهله وخاصنا نمشيو في خط تصاعدي. دونك دابا يلا بدينا اكتشفنا كره القدم النسائيه الجانب العالمي، دونك خاصنا دابا ندوزو نكملوا في الاستمراريه ونبنيو منتخب اللي قادر على ينافس، وعلاش لا يبقى كيتاهل لكاس العالم للسيدات. هادشي اللي كان بالنسبه للحلقه ديال اليوم. وبما ان افريقيا عندها جوج ديال المقاعد المؤهله الى اولمبياد باريس، فقط جوج المنتخبات، واش كتوقع على ان المنتخب الوطني المغربي قادر على انه يتاهل الاولمبياد ولا لا؟ هادشي اللي كان بالنسبه للحلقه ديال اليوم. نتسنى الجواب ديالكم. اما دابا نقول لكم سلامه.